الفريق اللي عايز يفوز 2 يجي هنا، الفريق اللي عايز يفوز 3 يجي لي هنا. في النهارده عرض 4 تجوان في الماتش. ما هو بيقولوا في شعره ما بين العقل والجنان، وانا قررت مش هتجنن لوحدي. طب هو ينفع نخلي الارقام تحدد نتيجه المباراه؟ طب هو ينفع نخلي الارقام تحدد لنا تشكيل المباراه ولا اختيار اللعيبه؟ مش طلع ينفع؟ مش قلت لكم؟ خلاص هوبا وجنان بجنان. انا محمد ثعلب ودي دماغ ثعلب. يلا بينا نتجنن. الحكايه بدات معايا ان كنت عايز اعمل نموذج احصائي صغير، كان عامل زي المؤشر. هدفه يقيس فاعليه الفريق في المباراه، ترمومتر. يقول لك الفريق ده كان يستحق الفوز ولا لا، فعلا كان فعال وحقق النتيجه ولا ما كانش فعال وحقق نتيجه مختلفه. وقعدت اعمل عمليات حسابيه وادخل مدخلات واخرج مخرجات واعمل مديول والغي مديول ويطلع لي نتائج لحد ما لقيت نمط غريب مشيت وراه. جبت الاهلي وطبقت عليه. اشمعنى الاهلي؟ لسببين: اول حاجه ان عنده نمط شبه ثابت وهو الاستحواذ. تاني حاجه انه مش عارف يطبقه، في حاجه مش ماشيه صح. وده انسب فريق اعرف اطبق عليه. حددت الفرق اللي بتلعب على الاستحواذ واخدت ارقامها ودخلتها جوه الموديول، وعدلت الاوزان عشان طبيعه المهاره بتاعه اللاعبين وطبيعه الدوريات اللي بيلعبوا فيها وطبيعه الارض وطبيعه مختلفه عننا تماما. وظبطت الاوزان عشان تبقى بالظبط زيها كانها فريق بيلعب في الدوري المصري بالظبط. والنتيجه كانت مرعبه. المديول حدد لي نتيجة المباراة. قال لي الفريق ممكن يفوز من 2 ل4 أهداف لو عمل شوية تعديلات، وحدد لي التعديلات بالظبط وكمان النسب اللي المفروض يوصل لها. ايه ده؟ غريبة. نكمل. أول حاجة لازم نعدل زيادة التصويب. زيادة التصويب بنسبة 80%. تاني رقم عدد اللمسات داخل منطقة الجزاء لازم تزيد بنسبة 60%. وطبعا زيادة الفرص المحققة، وبالتبعية هيزيد الاكسبكتد جول. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عايزين لعيبة بتشوت، لعيبة عندها المقدرة على التمرير في المساحات الضيقة جوه منطقة الجزاء. ومن هنا بدأت عندي عناصر بناء عليها أحط التشكيل. وعلى فكرة الإحصائيات ديت هي معمولة فعلا وموجودة في أكبر أندية وأهمها نادي ليفربول بيعمل نفسها. بس نكمل. هيبقى عندنا استحواذ، عندنا لعيبة بتشوت، عندنا لعيبة عندها دقة تمرير باصات عالية. يلا بينا نحط الفريق. يبقى وانا بحط تشكيل الاهلي حطيت معيارين: دقة التمرير والتصويب. دقة التصويب. طب لو لعيب دقة التمرير عنده اعلى من التصويب ولعيب تاني التصويب اعلى من التمرير، هختار انهي؟ هختار التصويب. اشمعنى؟ ما هو مش بمزاجي. الارقام بتقول زود تصويب 80% وتمرير 60، يبقى الاهم التصويب. طلع معايا شوبير، ياسر، هادي، بالعمري، مروان، امام، هاني، تريزيجيه، الشحات ومروان. في لعيبه ما عنديش فيها اختيارات كتير، لكن الاهم مين اللاعب رقم 6 اللي يمشي مع الارقام. وهنا اول مفاجاه: اللعيب ده بيكهام، احمد رمضان بيكهام. كده بقى عندنا طريقه اللعب وعندنا التشكيل. فاضل حاجه واحده بس: خطة اللعب. كان عندي مفاضلة ما بين طريقتين، يا إما 4-3-3 يا إما 4-2-3-1، وقررت أميل ل 4-2-3-1. وهقول لكم ليه، وهقول لكم بيكهام اداني مرونة تكتيكية في الملعب إزاي. تعال بينا نحلل ونشوف وصلنا لإيه
وهنستفيد إيه؟ أول مشكلة بتواجه الأهلي الضغط العالي، ما بيعرفش يخرج بالكورة. الفريق اللي هيضغطك عالي هيبقى قدامه عنده قرار يختار واحد من الاتنين، يا يقفل نص الملعب والكرة ما توصلش لأخطر لاعب عندك إمام ووراه مساحات، أو يقفل طرف من الأطراف وفي الآخر هتوصل لإمام. ولو وصلت للطرف دايما عندك 3 لعيبة ظاهرين لبعض في كل جنب، والتلاتة لعيبة كورة. تاني حاجة إن سهل جدا أثناء المباراة تقلب الخطة ل3-4-3. بيكهام هينزل ما بين الاتنين قلب الدفاع، سواء في الخروج بالكورة أو في مرحلة الدفاع لو الكورة مش معاه. الاستراتيجية في الخطة ديت إن إحنا أول حاجة دايما في لعيبة بتعرف تشوط على ال 18، وإمام أكتر واحد للمهمة ديت، هو وتريزيجيه وحسين الشحات. في الحالة الهجومية الهدف حاجتين. أول حاجة إن توصل للاعب من التلاتة في المكان ده، يا إما بالعمري هيرجعها كده، يا إما هيرجعها كده. هاني كرة لما هتوصل له يا كده يا هيوديها كده. أي واحد في التلاتة هيتيح له التصويب. القرار الأول التصويب. تاني حاجة التمريرات في المنطقة دي. تالت نقطة والأهم، الكورة لما تتقطع. أنا ليه حطيت التشكيل بالمنظر ده؟ عشان أقول لك إن أنا مخرج أدي 1 2 3 4 5 6 لعيبة من اللعبة من الجيم، لو افترضنا إن الكورة اتخطفت ووصلت هنا. وده اللي كان بيحصل، كان في لعيب اغلب الوقت بيبقى في لعيب مرمي هنا ورا بالعمري، او بيروح الناحية اللي هنا، بيبقى في لاعبين زيادة. هنا بقى يجي دور الاتنين الارتكاز بتوعنا. بيكهام هيأمن الجزء ده، وعندك مروان هيأمن برضو الجزء ده. ضيف على كده ان بيكهام يقدر يعمل لك مرونة تكتيكية، ان تحول الخطة وانت في الملعب ل3-4-3 بمنتهى السهولة. بكده هتبقى حميت دفاعاتك. 2 زودت الفاعلية في المباراة. 3 هتقدر تحقق أهداف كتير. دي اللي أنا وصلت له مع الأرقام، مشيت ورا رقم سيناريو لحد ما وصلت للطريقة ديت. وطبعا بنفس المنهج انتوا عارفين مين اللي هيتحط في السكور شيت، ومين التبديلات اللي هتنزل، ومين اللي احتمال يستبعد. هل اللي انا بقوله ده خيال علمي؟ لا، هو فعلا متطبق في اكبر فرق في اوروبا زي ليفربول، وده اللي انا واثق فيه. ولو اعتمدنا الطريقة دي في التفكير هيبقى سهل قوي انك تجيب مهاجم مواصفات انت فاهمها وارقام انت عايزها من غير اسماء. هل ممكن يجي مدرب يفكر بالطريقة دي؟ هل في نادي في مصر ممكن يفكر بالطريقة دي؟ مش عارف، وأتمنى. أنا محمد ثعلب، ودي دماغ ثعلب. شرفتوني.